في تجربة طريفة قام بيها فريق من إحدى الجامعات الأمريكية. جابوا 5 قرود وحطوهم في قفص وعلقوا في نص القفص من فوق حزمة موز، وتحت حزمة الموز سلم، بحيث إن القرود توصل للموز عن طريق السلم. بعد مدة قصيرة في قرد من ال5 طلع على السلم عشان ياخد الموز، وكل ما يحاول يلمسه بس يترش على 4 الباقيين مَيّة. بعدها يحاول قرد تاني يطلع على السلم وياخد الموز، فيترش على الباقي مَيّة، وهكذا كرروا نفس العملية دي مع باقي القرود، لحد أمّا لاحظوا بعدها إن أي قرد يحاول يطلع على السلم وياخد الموز، باقي القرود تمنعه عشان خايفين من ألم المَيّة الباردة. بعدها شالوا المَيّة وبدلوا قرد من ال5 اللي في القفص وحطوا مكانه قرد من برّه، وطبعًا القرد الجديد ده ما شافش اللي حصل، وما يعرفش أي حاجة عن المَيّة. المهم هيعوز يطلع على السلم عشان ياخد الموز اللي فوق، فباقي القرود بتمنعه وبتهاجمه كمان، وساعتها هيكون مستغرب جدًا، وبعد أكتر من محاولة هيتعلم إن كل ما يحاول ياخد الموز باقي القرود هتعاقبه من غير ما يعرف إيه السبب. وبعد شوية بدلوا قرد تاني من القدام بقرد جديد من بره القفص، وهيحصل نفس اللي حصل مع القرد الأول، وكل ما يحاول يطلع على السلم وياخد الموز باقي القرود هتضربه وتمنعه، بما فيهم القرد اللي محضرش المية الباردة أصلا. وهتتكرر نفس العملية بحيث استبدال القرود القديمة بجديدة واحد ورا التاني، لحد ما يكون ال5 الموجودين في القفص من الجيل التاني اللي هما ما حضروش حادثة المية. وكل مرة القرود بتضرب اللي هيحاول ياخد الموز. طب ليه؟ محدش عارف منهم ليه، وهو ده التقليد الأعمى، مشكلة بنعاني منها وتلاقي الإشاعة بتنتشر في غمضة عين. المشكلة هنا إنك بتلغي عقلك وبتمشي ورا القطيع وأنت متعرفش إنك كده بلا حرية، أنت مجرد نسخة بتتكرر وخلاص. مثلا عندك ملابس معينة غير ملائمة، ما ينفعش تتلبس خالص، منتشرة بين الناس بشكل ملحوظ، وكل ده بسبب إن واحد في الأول لبسها بس، وحجتهم الموضة، وتيجي تقول لهم عيب يقولك أنت قديم أوي. وعندك بقى كمان الإشاعات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا، واحد نزل بوست فيه خبر مشكوك في صحته، كله يروح يشيره من غير ما يقراه أصلا وتحصل بلبلة على الفاضي. طب إيه سبب التقليد الأعمى؟ في أسباب كتيرة منها التربية الغير سليمة، وإن الطفل بيكبر بدون رقابة وتوجيه من أهله، وإن مفيش قدوة للشباب الصغير وتقليدهم لبعض من غير وعي، بالإضافة للفراغ الفكري. أنا قاعد مش عارف أعمل إيه فأشوف اللي يعجبني وأمشي وراه وخلاص. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ من الصغر لازم يكون في باب حوار بين الابن وأهله ومراقبة سلوكه من غير تسلط، غير بقى نشر الوعي والثقافة والدين بين الناس وخاصة بين الشباب، وده دور وسائل الإعلام، وإقامة الندوات والمناقشات وحاجات تانية كتير. وفي الآخر عايز أقول لك حاجة، امشي على الموضة مفيش مشكلة، بس ما تخلفش مبادئك ودينك. واكب الدنيا، بس في أشياء قذرة ما تخليهاش تتسرب لك وتأثر عليك. يعني ما حبكتش تلبس كاتنج، انت ما فكرتش للحظة ايه القرف ده؟ يعني زمان لما الناس تشوف واحد هدومه مقطعة يعتفوا عليه بأي حاجة. متخيل احنا وصلنا لإيه؟ واما تشوف خبر معين من أي حتة اتأكد منه الأول بعد كده شيره، أو أقول لك كبر دماغك ولا تنشر ولا حاجة. واما تشوف أي حاجة غلط قدامك اتكلم وحاول تمنع الغلط ده، أو انصح اللي عمل كده. وما تنساش إن ربنا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم.